طيب عايزة أقول برضه جزئية تانية، لو أنا حد بالغ مثلًا في سني ومش زي الأطفال مثلًا، وعارفة إن أمي عملت لي وجعة، هل ممكن أنا أروح أتكلم معاها وتبقى قعدة صراحة؟ تعالي يا ماما، ماما أنتِ قلتِ لي في اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا، أنتِ واجعاني. ماما أنا باكره التصرف الفلاني. هل لو أنا حد ناضج واتكلمت، هل ده هياخد خطوة من أمي، والّا بقى عندها الوجع ده أصلًا، أو هي ست لسه still محتاجة تتعافى، هتفهم ده إن عدم بِر، وأنتِ إزاي تكلميني بالطريقة دي وإزاي تقولي لي كده؟ الموقف ده نعمل إيه؟ رأيك؟ في امهات ينفع تتكلمي معاهم فعلا وتقولي لها: يا ماما انت عارفه زمان انك وجعتيني قوي لما حصل كذا، انت عارفه يا ماما ان انا مش قادره انسى يوم عيد ميلادي لما كنت فرحانه بحاجه ورحتي ضرباني بالقلم علشان اتكسفتي يعني في ذكريات كتير قوي ما بتتنسيش اصلا، وبيحصل لها تريجرنج كتير قوي مع الاشخاص يعني. ففي نوع امهات عندها الابناء عندهم القدره يتكلموا معاها، وفي امهات تانية منكره تماما لان هي عملت اي حاجه، وبتبقى عاجزة لما بييجوا يواجهوها أبنائها، بتبقى عاجزة، بتحس بالعجز تماما، فبتبدأ تتنرفز عليهم ومش قادرة تسمع. وفي أمهات بتسمع وتسكت، يعني حسب الأم درجة وعيها إيه. طب في أمهات ميتة توفيت، دي لسه كنت هاسألِك. بنعمل إيه؟ هل الجرح بيروح؟ أبدا، يفضل الإنسان عايش بالجرح ده إلى أن يتحرر وتحصل مسامحة حقيقية.